ده الطريف ان مباراة مصر ونيوزيلندا ما كانتش في امريكا اصلا، دي كانت في كندا، وفانكوفر في كندا. هتلاقي ترامب بيتابع المباراة وبيقول تصريح غريب قوي قوي عن المنتخب المصري. يا السادة والسادة، اهلا بكم، نحن معكم في تمام الخامسة وسبع دقايق ونشوف مع بعض ترامب بيقول ايه. ترامب بيقول اولا بيشيد باداء المنتخب المصري امام نيوزيلندا رغم ان المباراة كانت في كندا، وبيقول مصر لعبت بشكل ممتاز، يقاتلون في الملعب كأنها آخر لحظات العمر أو آخر لحظات الحياة. أنا معجب جدا بالشعب المصري، يقاتلون في كل شيء في حياتهم، حتى في إعداد الطعام أعتقد أنهم يقاتلون. ترامب بيقول لكم لا أتمنى أن يصطدم المنتخب المصري بالمنتخب الأمريكي، أتمنى يعني أن يذهب بعيدا، يعني كل واحد يروح في اتجاه، واعتقد انهم قادرون على ذلك. ده تصريح ترامب عن المنتخب المصري، ويعني اللي تم في مباراة مصر ونيوزيلندا والتحول في النتيجة والقتال واشياء من هذا القبيل اثار اعجاب ترامب. ناخد مع بعض شوية اخبار خفيفة محلية ونقول فيها الاتي. اولا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجتمع مع السيد السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره مايا مرسي وزيره التضامن، واحنا بنتكلم هنا عن حوكمه منظومه الدعم المصري. كمان ضبط عدد من المتورطين في انشطه غير مشروعه وفق البيان الرسمي. احنا بنتكلم على ضبط 87 فرد مصري و136 اجنبي و14 عربيه متنوعه. كمان رئيس مجلس الوزراء بيتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكمان ده فيما يخص جهود الدولة للتطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة. عندنا قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء إن شاء الله يوم الخميس 2 يوليو أجازة رسمية بمناسبة 30 يونيو. وزير الصناعة السيد المهندس خالد هاشم بيبحث مع مسؤولي شركة سامسونج الكترونيكس مشروعاتها الحالية وخططها التوسعية في مصر. كمان عندنا وزيرة التضامن الاجتماعي بتفتتح مركز تدريب وإنتاج الملابس الجاهزة ذات الاستخدام الواحد، واحنا بنتكلم ده في مستشفى مدينة نصر التخصصي. دكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بيلتقي بنائبة وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندية. احنا هنا بنتكلم على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي. دكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة بتلتقي السيد فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين والمصريين عشان سبل التعاون المشترك. وكمان عندنا وزير التربية والتعليم أو وزارة التربية والتعليم بتعلن البيان المتعلق بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والنهارده اليوم الثاني ليها، وده من خلال غرفة العمليات. بنتكلم على تحديدا انتظام الامتحانات، لكن هم بيتكلموا على 874,561 ده اللي كانوا بيمتحنوا النهارده في اللغة الأجنبية الثانية. وبنتكلم كمان في النظام القديم كان عندهم الاقتصاد والإحصاء وهم عددهم 676. عدد لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بنتكلم في كام؟ 2032 لجنة. دي الأخبار المحلية. تعالوا ناخد مع بعض شوية جزء من الأخبار الإقليمية والعالمية. طبعا وانا معاكم دلوقتي في زياره للرئيس الايراني بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي لباكستان، وده طبعا من الزيارات الخارجيه لكن مؤكد لها صدى ومعنى كبير. لكن وكاله الانباء العمانيه بتتكلم عن مضيق هرمز، وبتقول ايه بقى؟ بتقول ان سلطنه عمان وايران تؤكدان على ان جميع الترتيبات المتعلقه بمضيق هرمز يجب ان تحترم سياده الدولتين. كمان عندنا حالا بدء المفاوضات او الجوله الخامسه من المفاوضات الايرانيه اللبنانيه والاسرائيليه، ده في مقر وزاره الخارجيه الامريكيه في واشنطن. كمان ايران بتعلن عطله رسميه لمده 3 ايام عشان ايه بقى؟ بمناسبه جنازه المرشد السابق علي خامنئي. يعني راجل يعني توفي في فبراير لكن هيدفن يعني وهياخدوا اجازه 3 ايام عليه. جزء من اخبار كاس العالم وهتلاقوا في هذه الاخبار الاتي. نرويج هالاند
فازت على السنغال 3-2. يعني فرص السنغال بتتضاءل في الصعود للدور الثاني. كان في مباراة لمصر سوري للجزائر والأردن، والملك عبد الله الثاني وأفراد العائلة الملك كان منهم الأميرة رجوة الحسين، وكانوا موجودين في الاستاد وبيتابعوا الاستاد. لكن طبعا يعني هو الأردن هزمت من الجزائر 2-1. عندنا الأرجنتين فازت على النمسا 2-0، واوروجواي قصاد كاب فيردي 2-2، وكاب فيردي خدت نقطة، ودي برضو من الحاجات الجميلة في هذه البطولة. فرنسا فازت على العراق 3-0، وكمان البرتغال فازت على البرتغال لسه بتلعب اوزبكستان. اشكرك يوسف على المتابعة. وانجلترا مع غانا لسه المباراتين لم يقام. لكن انا بس في مباراتنا القادمة مع ايران عايز اقول لكم خبر حالا لسه وصلنا حالا، ان حكم المباراة بين مصر وايران هو الحكم البولندي سيمون مارشيناك. سيمون ده كحكم ساحة، سيمون ده كان حكم نهائي كأس العالم 2022، وهو اللي هيحكم مباراة مصر وإيران القادمة. ده تقريبا أيها السادة والسادة يعني أبرز الأخبار. لكن وإحنا معاكم دلوقتي هتلاقوا إنه الصراع الدائر والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في العديد من الأماكن، واللعب على مش لعب كرة القدم، اللعبة السياسية الدائرة، والصراع القائم في الكثير من النقاط الملتهبة في العالم، يقول إن ده في وادي وده في وادي. لكن أنا النهاردة وقفت كتير عند تصريح ترامب اللي بيقول فيه إنه تابع مباراة مصر ونيوزيلندا، وإنه بيأيد أو بيقول إن الشعب المصري شعب بيقاتل، وإن اللي لبسوا في الملعب إن فريقه المهزوم يفوز 3-1، وإن الناس هو الفريق الأمريكي يخشى مقابلة المنتخب المصري فيما هو قادم. يا سادة والسادة، دوما عندما أشرب أن أتواجد مع حضراتكم في تمام 5:07 متمنى لكم الصحة، دمتم بخير وإلى اللقاء.